سلام عليكم. الفيديو ده هيثبت لكم حاجة ان كل الوصفات اللي في الدنيا ممكن تتحول لوصفة صحية مع الحفاظ على جودة الطعم بتاع الوصفة العادية. فاحنا النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل الحلاوة الطحينية السبريد بطريقة صحية تماما ما فيهاش اي نقطة سكر، وبرده في نفس الفيديو هنعمل الحلاوة الطحينية السبريد العادية اللي فيها سكر. فتعالوا بقى نشوف هنعملهم ازاي مع بعض. اول حاجة هبتدي ان انا اضيف الطحينة بتاعتي، ممكن حضرتك تعمليها في البيت زي ما عملنا قبل كده او الجاهزة. وبعدين هبتدي ان انا احط السكر البودره. بحب هنا اضيف الحليب البودره على الميه وادوبهم في بعض، وبعدين اضيفهم بطريقه تدريجيه مع الضرب لغايه لما بوصل لقوام الحلاوه الطحينيه الصح. ايه هو القوام الصح؟ القوام الصح مش ان احنا نبقى يعني في نفس القوام اللي احنا بنشتري بيه الحلاوه السبريد، لا، بتكون اشبه بقوام الطحينه، بحيث ان انا دلوقتي لما ادخلها التلاجة شويه قوامها هيتقل سنه، فهيبقى شبه القوام اللي احنا بنشتريه جاهز من بره، يعني شبه اللي حضرتك شايفاه كده. طيب لو انا عايزه اعمل الحلاوه بالشوكولاته، هل في اختلاف؟ لا، في الخطوات مفيش اي اختلاف، ولكن فقط هنضيف كاكاو خام غير محلى. وحاولي على قد ما تقدري تجيبي نوعيه جيده عشان تدي طعم للحلاوه جميل. وهنا انا بوريكي ان انا ممكن احط الحليب البودره على باقي المكونات وابتدي ان انا اظبط القوام عن طريق الميه. فسواء حضرتك حطيتي الميه لوحدها او دوبتي الحليب البودره في الميه، هيبقوا نفس النتيجه بالظبط، مفيش اي اختلاف. لغايه لما بوصل للقوام ده كده هبتدي برضو ان انا اغطيها وادخلها التلاجة. طيب بقى فين الصحيه؟ الصحيه هنبتدي ان احنا نحط الطحينه وبعدين عليها العسل النحل، وبعدين هنا كنت مدوبه الحليب البودره في الميه. طبعا لو حابه انك تخليها يعني اقل في السعرات الحراريه فاستخدمي حليب بودره خالي الدسم. لو حضرتك فتحتي محضره الطعام في النص فحاولي انك تقلبي كده كل الجهات عشان خاطر في الاخر القوام بتاعها يبقى ناعم وجميل زي ما حضرتك شايفه كده، لغايه لما بوصل لقوام اشبه بقوام الطحينه زي ما عملنا من شويه وبيكون شكلها عامل كده. هبتدي ان انا اغطيها وادخلها التلاجة. طيب ممكن نعمل منها برضو اللي بالشوكولاته، ايوه، وده عن طريق ان انا بحط الطحينه العسل النحل وبضيف هنا بقى الكاكاو الخام الغير محلى. وبرضو هنا انا بوريكي ان انا ممكن احط الحليب البودره مع باقي المكونات واظبط القوام عن طريق الميه. سواء كده او كده هتدي نفس النتيجه. هضرب بقى كويس قوي لغايه لما بوصل بالحلاوه بتاعتي للشكل ده كده. طيب افرضي بقى عايزه اعمل كده زي بره واخلي الاتنين يعني في نفس الكوبايه، يعني اللون الابيض والاسود، ممكن ان انا يعني احاول اصب الاتنين في نفس الوقت في الكوبايه. ولكن افرضي انا مثلا مغيره شويه في القوام او مش ظبطهم زي بعض بالظبط، فهتحسي ان في واحد فيهم بيجري اسرع من التاني. فانا الاحسن بالنسبه لي ان انا بحط خليط الاسود في كيس حلواني والخليط الابيض، وببتدي ان انا اضغط في نفس اللحظه الاتنين مع بعض، فبيبقى بالشكل الجميل ده. هغطيهم واسيبهم حوالي مثلا ساعتين او 3 في التلاجة، بيطلعوا بالشكل ده. شايفين بقى انا دلوقتي لما باجي احرك الكوبايه بتاعتي مش زي ما كنا عاملينها من شويه بتكون سايله، لا، ماسكه نفسها وفي نفس الوقت ناعمه زي ما هنشوف مع بعض بعد شويه. دي اللي انا كنت عاملاها بالسكر، هتلاحظوا فيها ان هي بيكون لونها افتح شويه، واللي انا كنت عاملاها برده بالسكر ولكن بنكهه الشوكولاته برده اللون اللي هو البني هتلاقيه افتح شويه من التاني. اما دي اللي بالعسل فهتلاقيها اغمق سنه، وبرده اللي بالشوكولاته وبالعسل اغمق برده من التانيه. وده يعتبر الاختلاف الوحيد ما بينهم. يعني ايه؟ يعني حضرتك لما تدوقي اللي هي بالعسل، على فكره اللي انا بوريها لحضرتك دلوقتي دي معموله بالعسل سواء الاسود او الابيض، لما تدوقيهم بقى يعني حرفيا اعتقد مش هتعملي التانيه اطلاقا تاني من كتر ما هي ناعمه، طعمها مسكر زي التانيه بالظبط. زي ما حضرتك شايفه لمعتها تحفه، يعني مفيش اي اختلاف. فحرفيا اي وصفه في الدنيا احنا ممكن نعملها صحيه مع الحفاظ على الطعم الجميل. انا برضو بوري حضرتك هنا دي اللي هي بالعسل، شايفين قوامها عامل ازاي. طبعا اللي احنا بنعملهم بقى في البيت ممكن نتحكم في خفيه القوام او تقله عن طريق السوائل، فدي حاجه في ايدك تماما. ودي اللي بالسكر، نجربوها.